ستكون مثمرة بين جامعة الأخوين عن طريق مركزها البحثي الجامعي مركز بن خلدون لدراسة الهجرة والمواطنة، ومؤسسة أثر لقضايا النوع والطفولة والشباب التي ترأسها الأستاذة الفاضلة خديجة الزومي، التي عودتنا دائما على أنها تكون في صف القضايا التي تخدم هذا الوطن. نحن سعداء توقيع هذه الاتفاقية نظرا لما نعرفه عن الأستاذة خديجة الزومي من نضالية ومن تطوع ومن رغبة أكيدة في خدمة هذا الوطن، فهنيئا لنا. والآن نمر إلى حفل ومراسم التوقيع. وبهذه المناسبة الدكتور عبد الكريم مرزوق يقدم تذكار للأستاذة الفاضلة خديجة الزومي. إذا هنيئا لنا بهذه الاتفاقية.